وانتقل بكم مشاهدينا الآن إلى الشأن الإيراني، إذ أكدت إيران من جديد نيتها لإرسال المقاتلة الرابعة إلى مياه خليج بحر العرب، مبررة ذلك بحماية السفن الإيرانية من خطر القراصنة. وكان الجيش والحرس الثوري قد أرسلا 3 سفن حربية إلى خليج عدن لحماية ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية، إذ أن 65 ألف سفينة تبحر عبر المنطقة سنويا. حول الموضوع معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من الكويت الدكتور سامي الفراج، مدير مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا دكتور سامي. أهلا بك دكتور سامي، ما هي الأبعاد الاستراتيجية الإيرانية لإرسال هذه البوارج الحربية إلى خليج عدن؟ طبعا مثل ما تفضلتوا، تاريخيا إيران دولة إقليمية مهمة عبر 2000 عام. كانت الهم الأساسي لها حماية خطوط المواصلات بالنسبة لها، سواء خطوط مواصلاتها التجارية أو العسكرية. الشيء الثاني طبعا وجودها في بحر العرب أو في أي مكان آخر هو يعتبر امتداد للنفوذ الإيراني، ما يسمى برفع العلم، وأن العالم ينتبه إلى وجود إيران في المنطقة. الشيء الثالث طبعا مثل ما تقول إيران اليوم بالتحديد حماية السفن الإيرانية التجارية من القرصنة، وهذه حقيقة لأن إيران تعرضت إلى عدة حوادث في الآونة الأخيرة، اختطاف سفن تجارية لها. الرابع طبعا هي قضية ما يتكلم عن دعم إيران للمتمردين الحوثيين في اليمن. والخامس طبعا لابد أن إيران تريد أن تكون لها محطة إنذار مبكر موجودة في منطقة بحر العرب ومنطقة البحر الأحمر بالنسبة لما تعتبره ربما امتداد أو خطر يأتي من البحر تشكله إسرائيل أو بحرية الولايات المتحدة لإيران على المدى المتوسط والبعيد. دكتور سامي، في وقت سابق اعترفت إيران أنها تحاول جاهدة السيطرة على مداخل البحر الأحمر في خليج عدن قبالة السواحل اليمنية، ما تفسيرك لذلك؟ طبعا إيران لا ننسى أن المنطقة هذه عليها نزاع لا ننسى قضية النزاع الذي تم بين اليمن وإريتريا على جزر حنيش، وهي مسيطرة على المضيق كذلك. إريتريا اليوم تعتبر حليف رئيسي لإيران في المنطقة، وهناك امتداد عسكري إيراني إلى هذه المنطقة، فإريتريا تعتبر تعمل بالتعاون أو بالوكالة عن إيران في حماية هذه المنطقة. إيران لا تعتقد أن هذا ربما كاف، ولذلك تبحث عن تسهيلات دائمة في المنطقة وعن وجود دائم. طبعا هذه مسألة لوجستية صعبة، كيف تمد سفنها في هذه المنطقة، فيجب أن نأخذها من وافتراض يقوم على أسس استراتيجية أنها لابد أن تحصل على قواعد دائمة في المنطقة. دكتور، وفي ظل ما يجري الآن من مواجهات في صعدة بين القوات اليمنية والحوثيين المدعومين من قبل إيران، ما هي العلاقة بين هذه الأحداث والتواجد الإيراني قبالة سواحل اليمن؟ مثل ما نشوف على الخريطة، كل إنسان يستطيع ربما يتساءل كيف تستطيع إيران أن تمد المتمردين الحوثيين بالأسلحة وبالمال والتجهيزات من أجل الاستمرار في تمردهم ضد السلطات اليمنية. أولا حركة التمرد هذه من غير الممكن لها أن تستمر دون دعم خارجي، هذه حقيقة. حتى اليمن ذاته يعتمد على دعم خارجي فيما يتعلق بالمدد العسكري من الولايات المتحدة والتجهيزات والدعم اللوجستي، خدمات الأقمار الصناعية وغيرها والمعلومات. لا شك أن حركة التمرد هذه الموجودة، حركة التمرد الحوثي، إذا كانت أقل أصلا من ناحية ميزان القوى من الحكومة اليمنية، فهي في أحوج من الحكومة اليمنية للدعم الخارجي. إذا بطريقة طبيعية عندما ننظر من هي القوة الإقليمية التي ترى بالتمرد الحوثي امتداد لها وامتداد وتعزيز لنفوذها في المنطقة، لا يوجد إيران، لا توجد دولة في المنطقة أصلا لديها القدرات اللوجستية على الانتشار ونشر القوة غير إيران. ومن ثم بقاء هذا التمرد واستمرار يدل على أن هناك على الأقل ولو بالتنقيط البسيط دعم لوجستي هائل وسلاح ومال بالنسبة للتمرد من أجل أن يستمر. هذا تحصيل حاصل في الوقت الحالي. هناك استراتيجية طويلة المدى للتواجد في مناطق شرق إفريقيا وخليج عدن أيضا تتحدث عنها الحكومة الإيرانية، برأيك كم ستكلف هذه الاستراتيجية؟ والله راح تكلف الكثير، ولكن هي الآن غير مكلفة، لأن إيران تعمل حقيقة. هناك 3 دول في منطقة الشرق الأوسط
امتدت لوجود فراغ. طبعا الاستراتيجية تقول العلوم الاستراتيجية أن عندما يحدث فراغ فإن كل من لديه قدرة يحاول أن يستغل هذا الفراغ. هناك صدام حسين عندما امتد داخل إيران في حرب 1980، هناك إسرائيل كذلك تقوم بما تستطيع أن تقوم به في المجال الإقليمي، وهناك إيران امتدت في الشأن العراقي وبالاستمرار إلى منطقة البحر المتوسط متمثلة في سوريا. نفس الشيء إيران سوف تمتد في كل منطقة ليس فيها فراغ وليس هناك من يحاول أن يملأ هذا الفراغ. في الآونة الأخيرة على سبيل المثال وجدنا قوة أقل من إيران وهي قوة قراصنة على سبيل المثال تستطيع أن تتحدى الوجود العالمي في المنطقة سواء كان غربي ولا غير غربي. إيران تحاول أن ما دامت ترى هذا الشيء ماثل أمام عينها فترى أنه من الأفضل من الضروري لها أن تمتد في منطقة لا تستطيع قوة أخرى لا أن تجاريها ولا أن تتحداها. فإذا ما كانت الدول العالم كما نرى الآن على مدى عام كامل لا تستطيع أن تتحدى قوة قراصنة إقليمية بسيطة فما بالك بإيران. ولذلك المشروع بالنسبة لإيران يعتبر نجاح 100%، ما عليها إلا سوى أن توفر هذه الميزانيات. الميزانيات تتعلق طبعا بنوع معين من السفن يجب أن تحتاجها إيران، وسفن تستطيع أن تعمل بعيد عن قواعدها لمسافات بعيدة، وقدرة على تجهيز هذه السفن في البحر، وقدرات تموين وغيرها من الممكن أن تتوفر لإيران عن طريق علاقاتها مع الدول المنطقة سواء في شرق أفريقيا ولا في مضيق باب المندب كما نرى اليوم مع إريتريا. وأتوقع أن تزداد قدرات إيران على إقامة قواعد دائمة أو على الأقل تعاون وحق استخدام مرافق دول في منطقة شرق أفريقيا من أجل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي البعيد. نعم، استغلال المشاريع الاقتصادية لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية بعيدة المدى، كيف يمكن لإيران أن توفق ما بين الوضع الاقتصادي السيء داخل البلد وتلك الاستراتيجية الشاملة أو شاملة الأهداف في الخارج؟ طبعا احنا إذا يذكر المشاهد فنحن من قبل 3 شهور كان لي رأي بأن ما نراه في إيران اليوم حقيقة هو سيطرة القوات المسلحة على النظام وانتهاء ما يسمى بنظام ولاية الفقيه، وكل ما يدور الآن في نظري الشخصي على الأقل يعتبر إنما هو تجسيد لسيطرة طغمة عسكرية على مقدرات النظام الإيراني. إذا قلنا أن هذا الافتراض صحيح فهناك حقيقة يعتبر من التندر وربما من الشطح بالخيال إلى الأمام كثيرا أن نقول أن طغمة عسكرية تستطيع أن تفكر بالشأن الاقتصادي وما يحقق آمال الأمة الإيرانية. ولذلك نرى ما نرى الآن أمامنا في المشهد الإيراني الداخلي. هذه الطغمة العسكرية ترى أن إيران يجب أن تستعيد مجهد التاريخي، مجهد التاريخي لا يمكن أن يتم بالاعتماد على قضية تحقيق الأهداف الاجتماعية للثورة الإيرانية، وإنما بمد يد إيران بأبعد قدر ممكن عبر الوسائل العسكرية، وأن أمن إيران كدولة يحتاج أن يخدم عن طريق الامتداد الإيراني، ومن ثم ترى كل هذا الامتداد على أنه القواعد المتقدمة. ولذلك فإنه من المبرر جدا بالنسبة للنظام الإيراني الذي تسيطر عليه الطغمة العسكرية أن حقيقة يهمش مصالح الشعب الإيراني الاقتصادية وينطلق باتجاه بناء هذه القواعد المتقدمة وأمانة البدء بالآخرين قبل أن يبدأوا بإيران. هذا شعار هذا النظام، ولذلك من حقيقة من أعتبره شيء غير حقيقي أن نحن نفكر بأن هذا النظام حقيقة يضع أولوية للنمو الاقتصادي وللتقدم تقدم الأمة الإيرانية، وهذا لا يعتبر تجنيا على النظام الإيراني، ولكن أمامنا سجل ل30 عاما ما الذي حققته إيران على المستوى الاقتصادي في ظل الثورة الإيرانية؟ لا شيء. نعم دكتور، وألا تظن أن تلك استراتيجية مكلفة وتنهك الاقتصاد الإيراني المنهك أصلا؟ طبعا هذه استراتيجية مكلفة، ولكن نحن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن دول أكبر من إيران قامت بمثل هذه الاستراتيجية المكلفة. اليوم الوضع الروسي، الاقتصاد الروسي لا يمكن أن يجاري وضع قوة غربية بسيطة مثل هولندا. يعني تصور هذا شيء غريب، أكبر دولة في العالم وشوفوا حجم هولندا. فالاقتصاد القوى الاقتصادية شيء والقوى العسكرية شيء آخر، وهذا مكلف جدا. نعم دكتور سامي، إذن وبحسب هذه القراءة فضلا عن المؤشرات الأمنية والسياسية الأخرى، هل ستشهد المرحلة المقبلة توسعا للتدخل الإقليمي في صعدة؟ طبعا. نعم. لا شك أن
العملية ما دامت أن القوات اليمنية قوات الحكومة اليمنية تجد مثل هذه الصعوبة، لا أعتقد أن المسألة سوف تنتهي إلا بتدخل قوى إقليمية أخرى مناهضة للدور الإيراني في المنطقة، وهذا حتى الآن لا نرى له حقيقة واقع نستطيع أن نلمسه مثل ما نلمس القدرة الإيرانية على مد التمرد في الوقت الحالي على الأقل. نعم، الدكتور سامي الفرج مدير مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من الكويت، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.